كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلص ويعود عليكم الأيام بخير يا رب، وعقبال يا رب كل سنة بصحة وسعادة وخير، ودايما تبقوا كويسين ونسمع عنكم سمع خير إن شاء الله. العيد بقى خلاص داخل، فاضل 10 أيام على العيد. ربنا يعود عليكم الأيام بخير يا رب. هنبدأ نعمل مع بعض الكحك، كحك العيد بقى، والبيتي فور واللانكشاير والبسكويت والحاجات كلها الحلوة دي. هنبدأ نعمل مع بعض، هننزل كل يومين مثلا او كل يوم فيديو. احنا هنا كنت عاملة كحك ناعم، الكحك اللي هو المبسوس اللي بالسمنة المقدوحة. في ناس بتعمله بسمنة باردة وفي ناس بتعمله بسمنة سخنة. انا بحب اعمله بسمنة السخنة، بيبقى اطعم كتير، وكمان عشان ما شاء الله بنعمل كمية كبيرة، فعشان يقعد معانا على قد ما يقدر وطعمه يفضل زي ما هو لحد اخر كحكة بتاكليها. هنبدأ نقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. المقادير كان معايا هنا معايا 5 كيلو من الدقيق. ما شاء الله، انت انا هعمل لك المقادير لو هتعملي كيلو واحد. حطيت 5 كيلو من الدقيق، وحطيت ربع كيلو من السمسم، ربع كيلو من جوز الهند، وكمان نص كوباية من السكر البودر، ومعلقتين كبار من اللبن البودر، وحطيت كمان ذرة من الملح، ونص بيكو من البيكنج باودر. حطيت بيكو كامل عشان انا كنت عاملة 5 كيلو دقيق. هحط لكم المقادير لو انت عايزه تعملي كيلو واحد. هحط لكم المقادير في الكابشن تحت الفيديو. وبعدين حطيت عليهم ما شاء الله 5 كيلو خدوا معايا 3 كيلو الا مثلا كوبايه من السمنه، على حسب الدقيق اللي معاكي. في دقيق بيشرب سمنه وفي دقيق لا. هنا كانت الحبه الاخر دول كانت الزبده من كتر ما انا سخنتها قوي وصفتها، كانت بقى طبعا شويه مرطه في الاخر. دي طبيعي جدا من السمنه البلدي. طبعا السمنه البلدي لا يعلى عليها، وانتوا عارفين السمنه البلدي بتدي طعم تحفه قوي للكحك الناعم. بس انت لو عايزه تعمليها خليط، مثلا تحطي كيلو دوت على كيلو من اللي هو السمنه العادي اللي هي العلب، او الزبده مثلا تقدحيها اللي هي اللي بتبقى فيرن وكريستال وكده، تنفع برضو. بس لازم تتقدح كويس قوي. لو مش عايزه تعمليها يعني مش عايزه تعمليها سخن، بتسيبيها بعد ما بتغلي السمنه كويس قوي وتبرد. تسيبيها تبرد خالص لو انت مش عايزه تعمليها سخن. لو تعمليها سخن بتحطي طبعا والسمنه سخنه مغليه. بعد ما حطيت السمنه المغليه على الدقيق والمكونات اللي انا حطيتها، بدات ابس فيها كويس. او اول حاجه قلبتها بالمعلقه عشان طبعا كانت سخنه جدا، وبعد كده لحد ما بدات اعملها ما بين ايدي لحد ما بقت العجينه بالطريقه دي. هنا كانت عايزه شويه سمنه كمان، وهحط لها حبه كمان لحد ما تبقى ابدا اعملها كوره وما تشققش خالص مني. لو اول ما تشقق تعرفي ان هي عايزه سمنه تاني. بس قلت احط لها سمنه تاني بعد ما احط لها الخميره. انا بحبش اعملها بلبن، بحب احط لها لبن بودره علشان زي ما قلت لكم بعمل كميه كبيره ما شاء الله، فتقعد معايا فتره اطول. اللبن بيأثر من عمرها. بدأت حطيت معلقتين بس من الخميرة، معلقتين صغيرين على كوباية كبيرة مية فترة او مية دافية، وسبتها تخمر شوية على ما تزودت كمان شوية سمنة لحد ما بقت العجينة زي انتم شايفينها ناعمة جدا جدا جدا. وما تيجي تعملي منها كورة ما تشققش معاكي زي انتم شايفين كده. وبعد ما حطيت المية، ما تخافيش، هي هتمسك نفسها كده شوية، وبرضه هتلاقيها تحس ان هي ايه بتشقق شوية. مش مشكلة، بتزودي معلقتين سمنة حبة حبة لحد ما تبقى العجينة كده. لو شققت يعني حاجة خفيفة قوي مش مشكلة. هنا هنبدأ نعمل العجمية دي بتحشي بيها الكحك الناعم. وفي ناس بتحبها وفي ناس لا. حطيت طبعا معلقتين من الزبدة البلدي، وحطيت معاهم معلقتين من الدقيق، وحطيت معلقتين من السمسم. انا ما كترتش عشان مش كلنا بنحب العجمية. وبعد كده بعد ما اتحمرت وخدت لون اصفر زي انتم شايفين، حطيت المكسرات اللي انت عايزاها. هنا كنت عامله لوز على عين جمل. في ناس بتعملها بسوداني تنفع، في ناس بتعملها عجميه كده ساده من غير مكسرات اصلا، وبرده بتبقى حلو. وحطيت كوبايه كبيره من العسل الابيض. بس كده هي دي العجميه. الموضوع سهل جدا وبسيط. وبتبدأي تقلبيهم لحد بس ما تاخد غلوة 2، تعدلها بالظبط 3، 1 2 3، وتقفلي اول لما تكون غليت، وعشان ما تنشفش معاكي وتبقى ناشفه. وبعد كده بتفضيها في طبق وتسيبيها تبرد. على ما العجميه بردت كان الكحك كمان ارتاح، وبدأنا خلاص ان احنا نشتغل فيه. بناخد قطع كده ومتخمرش ولا بيتحرك من مكانه ولا بتحس ان هو خمر ولا اي حاجه. بس مجرد ان هو بيرتاح مثلا نص ساعه او ساعه الا ربع كده عشان الجو بيبقى برد شويه.
وبعدين بتبدأي تاخدي قطعة قطعة وتبدأي تحشيها الحشو اللي انت عايزاه. في ناس بتحشي ملبن، في ناس بتحشي عجوة، وفي ناس بتخليها سادة خالص. انا عملت حبة سادة وحبة بالعجمية على حسب ما انت بتحبي وعلى حسب ما الأسرة بتاعتك بتحب تاكل ازاي. المفروض انا كنت عايزة اعمل معاكم اشكال كتير من الكحك، بس والله يا جماعة فعلا ما كانش عندي وقت خالص. فعملت حبة بالبصامة وحبة بالمنقاش كده، بس ما كانش عندي وقت ان انا اعمل كذا شكل كتير مع يعني شكل كذا شكل معاكم. فبدأت اعمل بس اللي هو الشكل المعتاد بتاعنا دوت، اللي هو اي حد بيعرف يعمله. والله يا جماعة سبحان الله اللي هو بالمنقاش احلى كتير من البصامة. سبحان الله فعلا بيحسسك بروح العيد. بس ان شاء الله هحاول اعمل لكم فيديو تاني وهعمل لكم فيه اشكال كتير جدا بتاع للكحك. بس والله انا معلش متأسفة جدا ان أنا ما لحقتش ان انا اعمل كذا شكل، فكنت مستعجلة جدا. فكنت عشان كنا بنعمل كذا حاجة، بنعمل لانكشاير وبنعمل بلاتيفور، فكنا بنعمل حاجات كتير. فعملت لكم الشكل دوت بس ان شاء الله المرة الجاية هنعمل اشكال احلى من كده بكتير. دخلته الفرن، سبته ارتاح نص ساعة بالظبط على ما خلصت كام صاج، ودخلته الفرن بيقعد معانا بالظبط 14 من 14 ل 16 دقيقة بالظبط، وبيطلع معاكي تحفة على النار متوسطة. انا بحب اديله اللون كده الجولد دوت علشان الدقيق بيكون اتحمص وبيكون بيديكي طعم احلى، يعني ان انت تطلعيه ابيض. ان شاء الله تجربوه، يا رب تكونوا استفدتوا حاجة لو بسيطة جدا من الفيديو يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشكركم جدا على المتابعة. السلام عليكم.